السلام عليكم اخوتي الرجاويين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ماتش الرجاء كونتر السوالم، قدرنا نساليو الماتش رابحين 3-1، ولكن هادشي ما كانش كافي باش نقلصوا عدد النقاط مع المتصدر، حيث انهم حتى هما انتصروا. فيعني مازال بيناتنا 4 ديال النقاط على بعد 6 ديال الماتشات من نهايه البطوله. فدابا خلينا ندوزو على الماتش ديالنا، ولكن نقول الا كنتي اول مره تشوف القناه تقدر تهبط تشترك معنا باش تولي فرد منا، وما تنساوش تفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. ماتش الرجاء كونتر السوالم، وثلاثيه رجاويه غتخلينا نكملوا في سباق المطارده والمنافسه على اللقب. على اي الماتش عرف غياب بولكسوت وتم تعويضه بزريده، حيث ان التشكيله عرفت فقط جوج تغييرات اللي هما زريده مكان بولكسوت والنفاتي مكان الزرهوني، اللي قرر المدرب انه يحتفظ بهذا الاخير حتى الجوله الثانيه. المهم بدا الماتش، واول محاوله كانت من طرف النفاتي اللي سدد الكره ودازت حدا البرا، وهنا موهوب عوض ما يمرر الكره لبوزوق قرر يسدد، ولكن الكره مشات بعيده. من بعد الماتش عرف فتره طويله بدون محاولات حتى الدقيقه 36 اللي بوغرين سدد الكره، ولكن مشات نيشان عند الحارس اللي كيخرجها للكورنير. من بعد وفي الدقيقه 43 من بعد سوء تفاهم في دفاعات الخصم، الكره جات عند موهوب سددها سهله ورجعت له، ولات يرهب ضربه مقاسيه وسجلها، وهكا كيوصل الهدف 7 ليه مع الفريق. موهوب اللي رسميا وخذوها من عندي كيسجل الصعب وكيضيع السهل. وهنا كتسالى الجوله الاولى بتقدم الرجاء بهدف ل0. الجوله الثانيه عرفت دخول كامارا مكان مبارك، وفي دقيقه 57 موهوب ضيع كره سهله داكشي علاش كنقول لكم كيضيع السهل ويمارك الصعيب. في دقيقه 94 تلعبات كره زوينه سالها موهوب في الشبكه، ولكن من بعد العوده للفار تلغى الهدف بسبب لمسه يد. من بعد الماتش عرف دخول كل مزيلا والزرهوني، وفي دقيقه 82 من بعد هجمه مرتده قادها زيلا بغى يحط كره لموهوب، لكن الحارس قطع كره وتحطت حدا بوزوق اللي كيسجل الثاني للرجاء، وبهذا الهدف كيوصل الهدف رقم 8 ليه مع الرجاء على بعد هدف واحد من هداف الدوري. وفي القسمين الاخرى من الماتش المدرب دخل كل مهيرفي وبن عياد مكان موهوب ومكعازي. من بعد السوالم قدروا يقلصوا الفريق الهدف واحد بهدف الحسين الرحيمي اللي رفض انه يحتفل. من بعد قبل ما يتسالى الماتش بشويه النفاتي زاد الهدف الثالث، وبهذه النتيجه كيتسالى الماتش. على العموم هذا الفوز غيخلينا في المطارده، وحنا ديما غنبقاو في المطارده ودايرين الضغط على المتصدر حتى ان شاء الله يتعثر ونستغلوا الفرصه. فكل ثقه في اللاعبين. دابا ندوزو ونديرو تقييم اللاعبين. بالنسبه للزنيتي ما تختبرش بزاف، وكان في واحد اللقطه غيعطي الكره للخصم، هاد اللقطه قليل اللي غيكون شافها. بالنسبه للدفاع مستوى مقبول، الاظهره مستوى جيد خصوصا زريده اللي قدم مستوى كبير. الوسط كان في الجوله الاولى نسبيا لا باس به، لكن بعد الدخول ديال كامارا في بدايه الجوله الثانيه الوسط تحسن. الهجوم عندي فقط ملاحظه على النفاتي، اللاعب تقريبا دابا شي 5 ولا 6 ديال الماتشات وهو بعيد عن المستوى ديالو. فشنو هو السبب ديال هذا الاداء اللي كيقدموا النفاتي؟ الله اعلم، نتمنى ليه يرجع كيف كان. بالنسبه للاحصائيات جوج لاعبين اللي خداو وقت بزاف ونقدر نحكم عليهم اللي هما كامارا وبزرهوني. كامارا ما عندي ما نسالو خرج ماتشو، اما الزرهوني ما بانش بشي مستوى في هذا الماتش. على اي حال هذا ماتش وطرقنا، ودابا مازال لينا 6 ديال الماتشات او بالاحرى 6 ديال النهائيات اللي خاص يتربحوا كاملين باي طريقه. فكل التركيز دابا على ماتش المحمديه اللي ان شاء الله حتى هو نخرجوا فيه رابحين باش نستمروا في الضغط على المتصدر. فالمهم الخصوص وصلنا لاخر الفيديو، الى وصلت حتى لهنا ما كرهتش تبدير معك ديك ابوني وشي لايك وتعليق باش يزيد تكبر القناه. وحتى لهنا كيكون الفيديو ديالنا سهله، فما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في راسكم وديما راجع.